حسن الحساني يقول للشباب الشعراء، حسن الحساني قال سمعت منادم يفصل يقول يتكلم عن القناة، يتكلم عن الشعر، يقول الغنى شي منه زين ذاك اللي منه شيء وذاك اللي منه بين هاو شي من الكلام. وفي مذهب المغنين اعتبروها أحكام، في منه مطلوب بالوجوب بالشهام والسنة والمندوب والمكروه والحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا خالق شي فطنت له في رجلينا ذاك النهار وحاولت له طلعة تعالجه، فطنت رجلينا عنه زين عنده الدولة، وزين عنده يعود عنده كيان لوله للصحراء محترم. كيف سير الشعوب، يكون قاع الشعوب هو فقرش، هو أكرمها، وهو زينها دين، وهو زينها أخلاق. أنا عندنا يطلعوا قاع في مقدمة الشعوب المستقلة اللي عندها دول خاصة به. نبقوا الدولة ياسمنا، يبقي الدولة ويبقي الجمهورية ويبقي تحية الجمهورية، غير ما يبقي القانون، ما يبقي النظام. الدولة بلا قانون ما قد حد يعدلها، ما دليل تتفق ما عندها قانون ما قد تتفق. 4 بقيش من يتفقوا ذلك في السفر عندهم قانون، واحد منهم يعجن الخبز، واحد يجيب الحطب، واحد يعدل التاي، والثاني يجيب الجمال يخزمهم، متقسمين على العمل. يقسم عندهم قانون خاص به، ما قد تتفق يجمعون. وعدل تطلع أنا ننصح بها رجلينا، يقول قانونا اللي كتبته بيديك، فصلت بين الناس عليك، ما جابوا لك ذاك ولا ذيك، غربلت من هون ومن هون 16 مرة، ما كافيك ذاك من تغربيل القانون. 16 مؤتمر وانت تغربل القانون. قانونك اللي كتبته بيديك، فصلت بين الناس عليك، ما جابوا لك ذاك ولا ذيك، غربلت من هون ومن هون 16 مرة، ما كافيك ذاك من تغربيل القانون. تختار السيبة، ما تبنيك السيبة ما قلناها هو، ولا هي في يديك تلاتل بيك الكون اللي قدو مشحون بالقانون. رايك يهديك لعدت اللي مانك مجنون، طبق قانونك به وعرف المخارج في الكون، شي لا يتافق مجموعة يكون يتافق بها قانون. شوف خلقت مسائل يلطن نعتناو بهم في مري. شوف اللي يشير الدرس اللي تبع باقي يعود عنده يسكن في ذهنه. أول درس تعلمونه في التربية هي النشأ، والقسم الابتدائي هو النشأ، وذاك القسم اللي فوق ذاك هو النشأ. التركة من حدها صغيرة. في التربية يالتها تتعلم القرآن العظيم، تتعلم هذا حرام وهذا الشيء وذا ما يتواسى، واللي يشتري ما يتفرح قدام حد أكبر منه، ولا يكني قدام حد أكبر منه، وحدك ما تقتل تباكى، والتباكى تقتل، والمخدرات تقتل، وكذا يقتل، والسرقة ما هي شيء، والكذب ما هو شيء. هذا من ما تلقى رمزت في التربية ما تتعلم، وتقول له قفان، وتعلموا الأغاني الثورية، وتقول له قفان في التربية مزال، وتقولها له وتعدل له محاضرات في القسم الأول مازال صغير، تدخل راسه عن حد ما يصلي ملعون، وحد ما يصلي توكلوا النار، وحد ما يصوم توكلوا النار، وحد يعصى والديه. علموا رضا الوالدين،
وقولوا على رضا الوالدين هو النجاح الدنيا والآخرة، ورضا الوالدين هم اللي دعاهم مستجاب، إذا دعوا عليك بالخير تجبر الخير، وإذا دعوا عليك بالشر تجبر الشر. هذه حقيقة، أنت اللي تقول لا الحقيقة. وحد ما يصلي توكلوا النار، وحد ما يحمد مولانا توكلوا النار، وحد ما يستغفر توكلوا النار، وحد يسرق توكلوا. لا يقوم لي الشر ما يسرق، ولا يعصي والديه، ولا يرقد عن صلاته. ذاك اللي تلقى من التربية، من دار التربية، الدروس اللي دخلت راسه ما تتمر راسه أبدا. احنا لو كنا ما سمعنا القفال مازلنا صغيرين نبركوا عند الكفة، نحبينا الحشمة ونصمت والغنى ينحكى ياك نسمعوا الغنى. هذا لو كنا ما ونسرحوا البل ونتقاطعوا بيناتنا وكذا يعني وتسمع طبل مثلا وتجي وتسمع المدح وتسمع الاغاني وتسمع كذا. لو كان ذا ما هو من الصغر ما يدخل رقاج راسه شيء. تركه خاصها من النشأة الأولى تعدلها سياسة تنشئة زينة، تنشئة نظيفة، تقوم لها من التربية، تلقن دروس الدين، الأخلاق، القيم. الطفل نقولها عنها طفلات صغيرات راهم ما يقضوا تركتهم قدام أباتهم، راهم ما يرافقوهم قدام أخوتهم الأكبر منهم، راهم ما كذا. راهي حتى اللي قامت واعدة بالخيمتها ما تقوم ما شدركت واعدة من عند بيتها واعدة خيمتها قصة تسوتر من بيت ثانية. راهي ما هي كذا يشير، راهم ما يتمرفق قدام حد أكبر منه، راهم ما يلوي الفام قدام حد أكبر منه، راهو كذا، راهو التباكة راهي شينة، الخمر راهو شين، السمنة كذا، الحلوف حرام. يعني كامل الله نحرم عليه مازال صغير. من الساعة اللي هو يكبر ما يسمع شي من ذا، ويكبر ما يسمع شي من الدروس، راه ولا عاقب ذاك عاد له يمشي به الموبل، تمشي فيه التفسخ الاخلاقي، ويمشي به ذاك شيء السعد، وربما يعود له قاع تاجر مخدرات. مرة ثاني. على كل حال عن بعد والنبي إلى عتمة الشعوب كاملة يأثر فيها أدبها. قال لي سمعت رقاش قال عن قاف واحد من الشعر خير من 100 محاضرة. ولا نعطيك باش انت مثلا راك نعدل لك محاضرة، مثلا نعدل لك محاضرة فيها ساعة نتكلم، غير منين تتصل الجماعة توفى المحاضرة يوفى كلام ينفع، ما هو حد رافد معاه أي كلمة. بينما قاف من الشعر منين يقولوا لا تضبطوا. هذا القاف اللي قال الشيخ محمد المامي اللي جا راك نخرصوا النجوى عنده الوهل 300 عام، هو 300 عام وهو تتناقلوا الأدمغة، تتناقلوا الناس، راس يعطيها الراس، حد يعطيه الحد. اللي تنشر نظيف فراش وجهك ما فيه البشاشة إلا كيف تسقي العراش وتخلي له رقة طاشة. ملك محمد شين وهارون الرشيد لا حد هون، ما يملك دولة من المزون تعشر تو وتتمركة تو، رزق الخلق كذاش كرش مضمون ما كاش. يا خويا هذا اللي عايش عليه الشيخ محمد المامي مثلا، هذا ما زالت الناس ضابط طوري له 300 عام، معناها انه قاف مضبوط له 300 عام. خير هو من المحاضرة، كم المحاضرة عقبته ما شد حد اخباره. الشعب يأثر على الشعب بهاش به، يتكلم له بلغته، يتكلم له بإحساسه. الشعر خطاب موسيقي، هو خطاب زيت الموسيقى. الموسيقى الأدبية تخلي عذوبة الشعر يدخل الأخلاق، يدخل لذب ويصنت له، وانت تتكلم للشعب بلغته يفهمها الجاهل
ويفهمها العالم، يفهمها اللي ما يعرفش، يفهمها اللي يشير، يفهمها الكبير، بهي لغة الشعب. فإذا لابد تعود مؤثرة. إذا اللي عدل الدخيل هو محمد المامون، إذا اللي عدوا المقاومة قداو النار يقول لي داود البخاري الله يوليه برحمة الله عن هاو الرجال قداو النار في الناس، ما تلاقي حد قد يتعشى بالحث على الجهاد. يقول محمد المامون يا الناس عدونا بينا ما تلاوي الكفار بعاد ولا تلق عاد يشينا وعاد شين علينا القعاد. كذا شيء اللي يقول لا تكثروا الشرابات هاي ذاك فيه ضر الاجساد تسامو. ويقول الشمايوف يشكر فيه المجاهدين ويزين فيه الشهاده ويزين فيه الجنه ويزين فيها كذا ويشين فيه الخيانه. لين قالت الناس كانوا ما تقدر تستغرب، بما ان الناس تخاطب بلغتها تفهم وتخاطب بشيء حقيقي. شر الحساني يقول للشباب الشعراء، شر الحساني قال سمعت ابن ادم يفصل يقول يتكلم عن القناة، يتكلم عن الشعر، يقول الغنى شي منه زين ذاك اللي منه شيء وذاك اللي منه بين هاو شي من الكلام. وفي مذهب المغنين اعتبروها أحكام، في منه مطلوب بالوجوب بالشهام والسنة والمندوب والمكروه والحرام. هو كيف المسائل كاملة خارج المطلوب. مثلا كنا نقول نتكلموا عن الحث على الجهاد، هذا مطلوب، هذا واجب. يطلع كلام نحكي قبيل واجبة. مثلا بريتك يا الشعب من التنفيك التفرقة ونهيتك من خوف عليها تتندم وتقول إني ما بريته. ناصح من مبدأ مولانا، ناصح من مبدأ الأمانة والصدق وكره الخيانة للعهد لما وصيتك تحذر من خبث الشيانة ومن مسلمة هيبانيتك وتودي بيك اللهانة ومشتتك ومربيتك. التفريقة خبر كان ومخرتك ومعسريتك خلي حساتك حشمانة واسمعني واعطيني نيتك. بريتك يا الشعب من التنفيك التفريقة ونهيتك من خوف عليها تندم وتقول إني ما بريتك. وحد بعقله بيستهدوا بنقله يعرف لو فقله ما يرخي في الوحدة نفدي غير الله. حد بعقله قال والغالي حد بعقله وإدراكه كان والله ما زال وشاف ايش كان قبل الوحدة، كان بالإمكان يعود بعيد وازلغله. عنده دولة، عنده كيان، عنده تعليمه وبنقله وبمكانه، عنده مكان يعدل فيه ريال شغله، عنده جيش يعلل وشان يعود المجدين بنقله. هذا قبل الوحدة ما كان موجود ولا قطن شغله به عقول الناس جحدان لاحقنا عنه ننتقلوا. هذا واجب. يلقى الراجل ماله قال فيه منه مطلوب بالوجوب شهام، هذا واجب وهام. وفيه السنة والمندوب والمكروه والإحرام. السنة المسائل الثانية البكاء الأطلال كذا، الشكر حد متعدل كذا. والمندوب المندوب مثلا حد قال شي من الغزل العفيف. غزل العفيف تعرف الغزل العفيف شنو؟ لعل الشباب بعد ما هو عارف. الغزل العفيف هو رجاج يقني على امرأة غير ما يذكر محاسنها، ولا يقول لها مزيان صايك ولا مزيان كراعك صاق خبر اين تشاهو، ولا يقول لها مزيان زناد ذاك ما زناد وقع زناد راه شافهم كاع ما يقول عنه شاف، ولا يقول عنه جبرها ولا يقول عنه جمع معه، يحذر من ذكاء يسمع. قالوا الشيخ المكي قال طالعه من الغزل العفيف زينها مولانا وقط قال الا قالها. قال إلى عاد الدهر على حال الدهر اللي نعرف مازال وبلا باس فيه التحجال اللي بلاد فيه الناس تنقاس مازال إلى قال اللي يبغي حد بلا باس. أنا بعد ولاني مقيس اللي نبقي نوعد بقاس ومن الناس نختار نقيس إلا ذاك فيه من الناس. هذه شو الغزل العفيف
يعني ما اسمه حد ولا سوى الا وتكايس مع الدهر. يعني اللي عاد الدهر المسائل عاد الدهر على حال الدهر اللي يعرف مسائل، وتكايس مع الدهر وتكايس مع اهله وتكايس مع كامل هذا الغزل عفيف، و يعرف كاع كذا شي، يعرف الاخبار عني باغي ما لباس متوك يقول مولي نعرف بعد يعرف الاخبار. يعني هو هذا الشيخ المكي هذا هو اللي قال عن حد لا يقول الغزل كافيه لقنا على التراب اللي فيه هذاك رقع. قال حياة الشهيد سيد أحمد ولا أحمد العيدة، قال يا عقلي قل الفتحنان على دار القاب العتقاء، وعلى دار القطع الليبان، وعلى دار قطع قليب المستار. يا عقلي قل الفتحنان على دار القاب على دار القاب عتقان، وعلى دار القطع الليبان، وعلى دار قليب المستار. تحنان افطر ما يزيان وانت مطروح عليك العار. قال لي امير ولا عدت الدور تحنن عند منين تشوف اللوكار دار علم عن ذاك المحقين، الدار وهذه دار الداعية العقل وهذه دار الدار. المحقين عنده دار افطن والدار اللي فيها دار كافي ذم القزل. هذا هو اللي قال عنه مندوب، ما في مشكله. الحرام شنو؟ المكروه والحرام هو اكل القيمه في الغنم، والحرام هو الشتم. الشتم حرام نهائيا، حد يشتم حرام نهائيا. واكل القيمه مولي حرام، والمكروه هو القزل ما هو عفيف. شفت الصاق والله شفت راس والله شفت اذن والله شفت كذا والله شفت دير والله شفت هذا ما يتواسى. فضحتها المرة وينها كانت اضافيه الباس عليه، وانت قاعد قلت عنك شفت ديرها ما شفته تكذب، قلت عنك شفت صاق هي راك كشفت عن صاقه، ما هو معقول. هذا مكروه. والحرام هو الشتم. هذا هو اللي قايل الشباب عنه يحذر منه. المقني الطفل سؤال الطفل قال عنه الشباب شبابنا غير شبابنا تبارك الله حذاك ومقنين وخلقوا قاعد رواية خالق لهم. هذا الشباب ناضج، أنا عجبوني. ترى باش عجبوني وطنيتهم. شاب صغير قد أحمد لبات والله قد ولد الراحل والله قد ولد عبد الرحمن ولد سعد بوه والله قد كنت تركه كاملين. شاب صغير يقول طلعة ويقول كفاح على الوطنية وعلى الجيش وعلى المقاتلين وعلى الشباب واتحاد الشباب واتحاد النساء والمؤسسات وعلى الوحدة الوطنية. ما يقول طلعة ولا قاف على القزل. أنا هو لكم واعر. الشاب امتن فيش يقوم من يقوم قني امتن فيش زيان عنده يقني فيه هو القزل والصبابة. يا خير الشاب قدهم هما يقوم ما قال الصبابة ولا قال الغزل ويقوم يقني على القضية الوطنية وعلى الشعب وعلى الشعب وعلى الوحدة وعلى القضية الوطنية وعلى الجيش. هذا الشباب ما شاء الله متكول على أنفسهم ما شاء الله. الله لا ضرتهم العين. شوفوا من الصحراء كانوا فيها مدرستين للأدب. مدرسة بالساقية الحمراء، مدرسة الدخيل ولد سيدي بابا، ومدرسة الدخيل ولد سيدي بابا هي الحث على الجهاد والتوجيه والتحريض. وذلك مدرسة التوجيه والتحريض جاية مع الدخيل. لحق الشرف المكمولين والأعراب الغلاظ من اللعين أخبار ما يشي والدين لحق يوفق الذنوب. وهذا من طول طريق والشين والوحيد في مسلة مخروبة. لعل ما هو ذا اللي بين اليدين لعل العقوبة. وهذا يسوى ما يخلى ما حد التوبة سوى يلقى ولا على ينقل ويبان التوبة. هذا ما جري ما هو الدخيل. مدرسة التحريض والتوجيه مدرسة الدخيل. ومدرسة العلم
والفقه والحكمة. الشيخ محمد المامون اللي يقول لي اني ناشر للضيف فراش وجهك ما فيه البشاشة الا كيف التسليل عراش وتخليل العروق عطاش. يعني مدارس، كانت في المدارس. وعلى كل حال طبيعي عن رجاج من يعود اشترك خارج معنا عند الناس تقول لك جات الكرشة دول المصاري. من تعود عندك أولوية كي غادي تجيك أولوية أكبر منها، معناها عندك ما تتبع بذاك الأولوية الأولى. كانت عندك الأولوية ركوب البل واللز، ربما والشارع، ربما القيد عقاب النهار والقيد أول النهار والقيد كذا. كي منين يخلق قسو؟ إيه منين يخلق قسو؟ يخلق ظلم. هذا الرجال تموت، الرجال تموت وتتغني على العراض. ما هو معقول تري. من قلت قال سولني عام هون حد قال لي انت قلت الصبابه هذه والقزل ويخرجوا ثاني والاطلال. قلت له حق والله. قلت له اللي عندي اني قلت قويف والله اثنين على يغير منين عاد بدات القضيه الصحراويه وبدا القزو وبدات الحرب. عاد طم علي الشعب كامل من امراه واحده، والاطلال عاد طم علي الصحراء كامل من ودي واحد ولا كديه واحد. عاد طم علي حي. مثلا عنه لولا الغلا لا يقيس الاولوي والدخيل بلا فيه البلاء الحسن الجهاد حتى عدل شي ما هو مصر وله وحده مع محمد المامون واللي عليه الشيخ ذاك اللي الناس تمور بكسر وعام 1931. لكن اللي يقول قومي لا تمشوا عني منين نكسر. كان ركب على زايله ما هي مندوبه والناس الثانيه المراكب له يتعدل قزي وعد تخبط فرنسا ونكسر ونكس بها الزال ونكسر. صار هو لان نكسر عاد خاضع للدولة. والقوم اللي كانت يعني معاه في القزي ما هو باغي تمشي عنه باغي يمحنوه الى يبرأ. وعاد يقول يا خوتي لا تمشوا عني، يا خوتي لا تمشوا عني، مشيتوا عني يحظيكم كيف القاطع لحمة مني واني بيكم كان مشيتوا ولا جيتوا بيكم واني يلا لي لا تمشوا عني، يلا لي لا تمشوا عني. مثلا ذاك من ادم حتى هو قني اللي هو حتى هو بلا البلاء الحسن في التحرير والتوجيه اللي هو محمد المامون ولا علي الشيخ. الناس تقول له الشيخ محمد المامون الشيخ ولا العويدي حبا وتشوفوا على كل حال هاي مدارس الغناء عنده مدارس، عنده مدرسة أهل الدار في القبلة، عنده مدرسة خاصة بها، مدرسة خاصة بها من زين مدارس الشعر الحسان. ومن أكثر تقن وزن مدرسة أهل الدار في قيدي بالقبلة. وفي مدرسة محمد الحوار، وفي مدرسة يا خويا ياسر المدارس ياسر الغنى سدوا ما قد ريت ولا قد شفت من ديك الساعة أنا صغير ولا ريت يعني ولا قد حضرت في جماعة فيه هو فيها معنا سدوم ولا أبو سدوم. ذاك الراجل بحر لا ساحل له، ذاك الراجل وقع أهل أبا كاملين أهل اندرتو كاملين بحور كاملين. عطاه أنا وهب ما عطاه كلهم. بنادم يعرف شنو بنادم اللي يقول ما قد حد يشاري. إذا عاد خالي السهل الممتنع وين اللي سدوم يسوى سدوم التالي اللي هون، يسوى سدوم الوسطاني، يسوى سدوم الأول. هو سدوم اللي كان هون يجينا
هذا المقني اللي ما خلى خيمة من أهل الصحراء ما قنى عليها. ذاك سدوم ولا بول سدوم ولا ندرتو سدوم ولا بول سدوم ولا ندرتو وندرتو مقني وهب مقني وسدوم الثاني كاع هو اللي معدل الرسم ومعدل كذا جده هو وناس خطيرين ومدرسة حقيقة مثل ما هو خالد مثل ما هو خالد. هو قد سمعت له طالعة في الاستسقاء مثل ما هو خالد يقول يا الملك الملك شري حشاك وحشاك من الشك حشاك وحشاك من الشك والشرك اشتراك يا الملك اللي لا شريك لك حشاك يلا اللي ما عندك دقدق الراس يلا الملك اللي لك ملك الكون وفي الملك بلا شرك حشاك وحشاك من الشك في شرك اشتراك القلوب خالق ضعاف استهلك هو وعام ما هو مسحوب اسم ذاك اللام متفركك من الطائر ومن ذي الارض هروب صليه من مطر مبارك هنا عام ذا القطر المجذوب من هون وهوك بالفضل اللي خير مكتوب واسقينا من قيثك حتى مرينا عن قيثك لفت لا حول ولا قوة لنا لا ولا تسبب لنا لا ولا قوة وأنت علام الغيوب الذي إذا سئلت عن مطلوب في قيبك محجوب أجبت لبيك وأنت خير مسؤول ومطلوب سدوم ذا اللي شأليه ما يشأليه يكون هاي سدوم التالي قالوا عنه منين مات جبروا حد في المنام وجبر عنده ربيعة زينة معدلة من الجوهر وسولوا حد ربيعة ميرتها قال ذيك ربيعة متربعة مجبورة في الليورة ومن الجوهرة مصنعة ومن الجنة منتوعة. قالوا عنه هو قالوا الله يرحمه قالوا تغني حي وتغني ميت سدوم ما كيفش. ظهور لدب الحساني كامل ظهور لدب الحساني كامل تاريخه بان اسمه تاريخ قالوا عن ألف عن أول قاف قال من الحسانية عنه قال 1915 هذا راهو بعد الأساتذة اللي يبحثوا عن تاريخ اسمه أول قاف وقال حد من ذاك القاف الأول هو ظل الهيكور يوم كلفو من تيم كرار لا يدار ينبش بصاني راس كف ونفس سرار فرار قالوا هذا القاف هو أول قاف قال الحسن. وعلى كل حال يقدعوا ذاك ما هو صفته ذي يقدعوا قال شيء سبب ذاك بداية الأدب الحساني بداية كانت تعرف كيف بداية كل مسألة تقوم خاسرة متراولة ولا هي منظمة ولا هي كذا وتم تنظم وتصلح وجهة الشقالة وجهة كذا اللي تصلح. الأدب الحساني قاموا للما هو متنظم وقام ما عنده مقاييس ذيك هي مقاولة كيف المتحركين كيف الحشو كيف الليطة كيف مثلا هذا العكل من الكلام وكانت كان بلا موسيقى سابق الموسيقى وما يرت عنه له شيء به اللي هو سابق الموسيقى سابق 1915 سابقة حتى به اللي هو سابق الموسيقى وسابق الموسيقى كانوا يوزنوا الوزن على مشي الجمال خالق بارك بت من الغناء يقولوا له برم الذراع برم الذراع شنو؟ برم الذراع هي القطرة الشديدة للجمال المركوب خالق بارك مشي في البن قالوا القطرة ولا هي القطرة دي بالشرب دي قطرة حامية دون الأقلاق شوي اللي بين الأقلاق
وزين الميرة بينهم الشين قالوا القوطرة، وهو اللي كانوا أهل الرواح اللي يعدلوا للبل، يقول لك ظل القوطرة الحامية من بكري للي. القوطرة هذه هي بر مزرع، قال له بر مزرع يشمل يبر مزرعه، خليناهم يبر مزرعتهم من بكري للي. بر مزرع هو القوطرة. وخالق بت يقولوا بر مزرع. بر مزرع هذا قد سمعت عنه ولاني أعرف بعد كانوا منه والله بدأ حد يقول أحمر وردي كنيتو عقيقة، أحمر وردي كنيتو عقيقة كذا شيء. يعني يقول مزبون في الخيمة ما يتلب نعامة يسكر حولي خيل كذا. قالوا عن هذا إنه بر مزرع. على كل حال بر مزرع دليل أنه كانوا يوزنوا على حركة الراحلة، حركة الزايلة مشي البل، وكانوا يوزنوا على مشي الخيل تروقيل. الأبيض في الخيل بلا مثيل مونكني بتروقيله. التروقيل هو اللي يشيل مشي الخيل، والتروقيل هو الأقلاق الخيل. ويوزنوا عليه على حركة الخيل، وهكذا يوزنوا على مع خالق موسيقى يلودوا الإيقاع اللي يوزن عليه الشعر. وكان الشعر ما هو متناظر قبال، ما هو متناظر. تجبروا مثلا 9 و10، وتجبروا 9 و11، وتجبروا 8 و10، وتجبروا 10 وواحدة 9 وواحدة كذا وواحدة 8. ما هو منظم، ولا هو مناظر، ولا هو متقاد به اللي ما هو موزون على الموسيقى. منين ظهرت الموسيقى؟ منين ظهرت الموسيقى؟ خالق أعطاني كلمات في الأول من الدب الحسانية ما قد أحد يفهمه من العصر. مثلا والمريزي قال مرض على جرد مهلبين، مرض على جرد مهلبين، وأهل التيكورات وكهول الحام ضافين فوق التشكشكات. هذا الشيء يفهم منه حد، ما له رجاج يردوا على شيء. وقال يعني ياسر من القناة قد سمعته ما قد حد يفهم معناه ضاك في العصر. بما انه الحسانية الأولى اللي مات، هذا اللي يقول سدوا مالك اللي تسميه الناس الرسم، سدوا واللي اندارته. ياسر منه ما يفهم حد، فهم كلام ما قد حد يفهم. لكل حال منين خلقت الموسيقى؟ عاد للدب الحساني منظم على هو المقامات الأربعة اللي موجودين في الموسيقى الحسانية، اللي هو كر وفاقو والسنيمة والبتيت. هذولك هم مقامات أصوات، مقامات الهوى الموسيقى الحسانية. كر هو الأول، يتلبو فاقو، يتلبو ذاك السنيمة، يتلبو ذاك البتيت. عاد وظف الأضواء لدب ورتب حسب ترتيب المقامات. وعاد كل بيت من الأدب الحساني يقولوا احنا بحر تابع المقام معين، ويخضع لرنات المقام. صغير مثلا، صغير ما فيه طمع مستكسر ظنيت بنو تفلويد 7 أو 5 تفلويد. الصغير تابع لكحال سنين. لبيع تلبوه البياض السنين. حركانا وانا إله درت الدواية في كفاية، وانا مريض ولا إله أحد إخباري في الدواية. البتيت اسمها لنوعين. خارج بتيت الناقص اللي هو 6 متحركين، وهذا تابع لكحال البتيت اللي هو
خيرني بعدنا له يدق راسي واجا هذا يدق لا عاد كيف شنو دو دق الراس رداتك حال بتيت وكل قال معظة بتيت النغص يقول هو البي فعظة وحتى اللي تحكيه فعظة والبتيت التام اللي هو 8 متحركين معناها اللي بتيت عادة 6 متحركين و8 متحركين البتيت التام تالب البياض البتيت فهم حاله إذا واحد تلبك حال بتيت ثاني تلب البياض البتيت كيف سنيمة حاجة تلب الصغير وبياضها تلب اللبير فهم حاله وعاد تمريميدة كرش الوافر قالوا الأولين عاد تمريميدة تابع لك حال كر ما قد صبحت مغلولة جيران ما عاوناها ولا قط ملكتنا دولة ولا قط بتنا في دفاها البلاد صرنا حرمتها ونمجدها لبسناها ولا قد درست لبستها في نهار ما جددناها هاي مريميدة هاي تابع لك حال كر وابو عمران اتبع لسيني كر يا العقل مالك تنباق بك عزت من تبهي مذاك فوت التعالى يا العقل وفوت الدردي منين فاتوا دخلت الموسيقى قلت عنها ونظمت الحسانية واختلح الأدب الحساني وعاد الأدب الحساني عنده تابع الموسيقى وخاضع الموسيقى وعاد وصلح فهم حاله هذا هو اللي عندي له المعلومات كانوا أول قافل قال من هو ما يعرف أنا في اعتقادي أنا أول حد قلنا بعد في ترى في الصحراء عن الإبريسي اللي قال في القرن الخامس في القرون ملك الأرض ما هو من دون الملك اللي ما هو من هون تشهد بها عرب سبيبة وعرب قنار وذم ضمون مشرب كم من تجريبة يشهد به اللي تحت الكون بن هذه ما هي قريبة ملك الأرض بين العربان صالح ما فيه تعاقيب ومنهم داير غلظ الشان هو عظام المصيب والقرن الخامس هجري معناها عنده القرن الحادي عشر ولا الثاني عشر الميلادي تقريبا ماني عارف أيهم يغير يعود الحادي عشر والله الثاني عشر ميلادي معناها عن إلى عاد والمريزي قايل هذا في القرن الخامس هجري معناها عنه هو أول حد حاول يقني بالحسانية علاقتها بالأدب وكل حد في وياسر منهم مسمى كانت مثلا صنهاجة ياسر من الحسانية داخل عليه ياسر من كلام صنهاجة وحتى التسميات المناطق ياسر منها تسميات صنهاجية فهمها ولدب كل حد في بليده يوزن عليه وتوه عاجبته بليده والله بليده قد تجبر فيها حد بقيته فيه انت السام ويقول نهار عدي بالملهى ويله فنزيل السهران بين قرجات ويله وزمول النيران وحرك هنا يعني ياسر كل حد في بليده ساكن بليده ومالف هكذا يجبر فيها زمن مضبوط يغني عليها وهذه طبيعي هذا الشيء طبيعي إنسانية هي طبيعة إنسانية به اللي لقنا غريك هذا تشتلدب هذا الشعر هذا هو ترجمة الشعور الشعر ما يجي من فرق أبدا عن الشعر يجي من فرق يعني تمرقاش راقدين يقوم يشعر أبدا لا بدلو من شي حكا نحاسب جمالي حكا نحاسب اللي يفرض عليه عني نقول شي والله شي ملي شافوا كدر عليه يحكى نحاسب المقني لا بده يحكى نحاسب بشي زين والله بشي كذا فهم حاله ولا يجي من فراغ هو ترجمة الشعور
لكن يشعر به الإنسان خارج اللي يشعر شعوره يترجمه بالشعر وينفس عليه ذاك بالشعر يقولوا. وخارج اللي ما يعرف ذاك اللي ما هو مقني ما يعني ما عنده باش يترجم الشعور يقدر يترجم شي ثاني. على كل حال ولا يعيش من فراغ. والشعر ماشي مع الشعوب كل درجات غاري عنده لغة تتعرف عن خارجين وحدين من نحن راك يشعروا بالإسبانية. علاه يشعروا بالإسبانية؟ بما أنهم عرفوها. كل درجات عنده لغة تقنها، سواء هي عربية سواء هي شعايدة سواء إنجليزية سواء حسانية، عنده لغة يتقنها يشعر قد يشعر به قد يعدل بها الشكل. فهم حاله. المهم اللغة الناطق بها الإنسان هي اللي الله يتحكم فيه وهي اللي تقول شعره. وتو أخبار الذي هي وسائل الاتصال الحديثة إيجابية إلى أقصى درجة وسلبية إلى أقصى درجة. ولا كيف السوق فيه الحمل الحمار وفيه الحمل الحلوف وفيه الحمل ربما فيه الحمل الفاع تسام يغلب اللي فهم الحمل الغزلان وفهم الحمل البل وفهم البنان وفهم الخمر وفهم البلبل ولا اللي بغيت تشري. فإذا وسائل الاتصال لا اللي مرقت فيه لا يتعدلها. إذا مرقت في نشر العلم ما شاء الله ولك عادت الناس قد تحفظ القرآن العظيم إلا من موبل وتحفظ الأحاديث النبوية بالموبل وتحفظ النواهي وكذا والأوامر بالموبل. وهذه مكسب كبير. غير مولي تقدر توكل القيمة بالموبل وتقدر تفش الأسرار في الموبل وتقدر تعود خطيرة في الموبل وتقدر تبث القرضة والضيقات بين الآدمية في الموبل. معناها عن آلة الحد كل مسألة يقبضها يمرقها ذاك اللي صالح القضية الوطنية الصحراوية صالح له السوق هو مني السوق هو منه يمرقها القضية يمرقها بصالح القضية إلى أقبض الموبل يستفاد بها للدين ويستفاد بها الأخلاق وعلى الشيء يبني. وإلى عاد كاميرا يصور بها لا شيء ينفع وإلى عاد جهاز يعني يالترقاش يمرق المسائل في شيء تنفع شيء ينفعه ما يمرقها في شيء يضره يحذر منها. راه هي خلية حد مرقها في الخلية وعمارة حد مرقها في العمارة. وسائل الاتصال إليه وصل 90 قبال في نشر الأدب وفي نشر الدين وفي نشر الأخلاق وفي نشر كل شيء. غير مولي تعين في نشر التفسخ وفي نشر التبرج وفي نشر شيء التبرية وفي نشر شيء الدين وفي نشر شيء الأخلاق وفي نشر الضيقات بين الناس. هذا كامل تعدل لا حد يعس منه ومرق هذاك اليوم. أنا بعد الشباب موصيهم على أنهم يمرقوا وسائل الاتصال الحديثة يمرقوها في شيء يبنيهم في شيء يبني يصلح للدنيا ويصلح للآخرة ويعسوا من شيء هدى يسوى شو يسوى الصورة يسوى الصوت يسوى شيء كامل ما يبني ولا يقوي الوحدة ولا يقوي الدولة ولا يقوي المؤسسات ولا يقوي كذا. حد يعس منه وحد مولي ما يقوي شيء كامل ما يقوي العلاقة بين الإنسان وربه. يعرف الإنسان عنه ميت وعنه مرحلة قليلة ما مع نبضات القلب ما هو عارف حد في ماتي كم ماتي محسوباتي غير احنا ما معطينا حسبتهم ما عارفين كم كانها مليون كانها مليونين كانها لا 5 ولا 6 والله ما عارفين. على كل حال يعطي دائما عاسين ونمرقوا مسائلنا كان مرقوها بشيء ينفعنا يسوى الشعر ويسوى وسائل الاتصال يسوى شيء مرقوا هذا الشيء ينفعنا. جزاكم الله بألف خير.